مريم انا عارف اني غلطان، وصدقيني انا ما كنتش اقصد ابدا ان ازعلك. كل ما في الموضوع اني ما كنتش عندي استعداد اني احس. ملوش أي لازمة الكلام ده خالص. صدقني أنا مش متضايقة منك ولا مستنية منك اعتذار. أنا واحدة تانية خالص غير اللي أنت كنت تعرفها. ما انكرش إني في الأول كنت مصدومة، ولما فكرت في اللي حصل ما بيننا حسيت إن أنت كنت بتلعب بيا وبتستغلني. بس خلاص، مش حاسة إني فاكرة التفاصيل أصلا. أنا بعتبرها صفحة واتقفلت وما عنديش أي استعداد إني أرجع أفتحها تاني. مش فاهم. نفس السبب اللي خلاكي تفكري تساعديني زمان لسه موجود؟ مفيش اي حاجه اتغيرت؟ لا، ده في حاجات. أقول لك على حاجة. أنا عارفة إن بابايا غلطان وغلط وبيغلط، وعارفة إن الناس ليها حق عنده. بس أنا حتى لو قررت أجيب حق الناس دول مش هيبقى من خلالك. عارف ليه؟ لأن أنت أوحش منه بكتير. مش هعترض على كلامك، ولا حتى هحاول اثبت لك ان انا كمان اتغيرت. بس اللي لازم تعرفيه اني عمري ما كنت هعرف افكر في اي حاجه قبل ما ارجع حق ابويا واثبت بره. ولغايه ما ده يحصل هفضل في سجن. ساعديني اخرج منه. ساعديني يا ستي واعتبريني واحد مسكين مريض غلبان ومحتاج مساعده. انا مش طالب غير الحقيقه، مش عايز غير العدل وبس. ولو قررتي ما تساعدينيش هكمل برضه، بس ساعتها مش هعرف اضمن لك اي حاجه، لاني هضطر اعمل كل اللي اقدر عليه ايا كان هو ايه. فلو بجد خايفه على باباكي اسمعيني. اسمعيني وبعدين قرري اللي انت عايزاه، مش هتخسري حاجه. انت معاكي رقمي، ولو كنت مسحتيه فانا بعتهولك تاني على رقمك الجديد. مش عايز منك غير 10 دقايق. 10 دقايق مش اكتر.